السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنبغي نرحب بالمتتبعين ديالي وايضا بالناس الجداد اللي انضموا للقناة. الوصفة ديال اليوم غراتان ديال المقرونية بلا صوص طوماط ولا صوص بيشاميل. تبعوا معايا من اول فيديو حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على مقادير وطريقة تحضير الوصفة ديال اليوم وفرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير ديال لاصوص طوماط غادي نحتاجو 4 الحبات ديال المطيشه محكوكين، 2 معالق كبار ديال مركز الطماطم، غادي نحتاجو ايضا 3 ديال الضروس ديال الثومه محكوكين، ايضا نص كيلو ديال الكفته ديال البيبي، شويه ديال الزعتر، 2 معالق كبار ديال القزبور ومعدنوس. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملح حسب الذوق، نص معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، 2 وريقات ديال عصا سيدنا موسى. نبداو على بركه الله في تحضير لاصوص طوماط ديالنا. في مقله غادي نحطو 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون حتى ل3، غادي نضيف ليهم 2 معالق كبار ديال القزبور ومعدنوس، ايضا 2 وريقات ديال عصا سيدنا موسى. غادي نضيفو ثومه محكوكه، 3 ديال الضروس كما قلنا في الاول. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان، غادي نضيفوا التوابل كاملين، وغادي نبداو نخلطوا في المكونات. غادي نضيف 1 المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، انا في الاول درت غير 2 معالق. صافي دابا غادي نخلطوا المكونات وغادي نخليوهم يتشحروا حتى كنشموا ريحه الثومه، ومن بعد غادي نضيفوا الكفته ديال لادند. غادي نحكو شويه ديال الزعتر، صافي دابا غادي نضيفوا الكفته ديال لادند، وغادي نبداو نمعسوها بالمعلقه كما كتشوفوا معايا. غادي نخليوها واحد شويه حتى طيب، وغادي نضيفوا ليها مطيشه محكوكه ومركز الطماطم. دابا غادي نخلطوا المكونات مزيان ونخليوها حتى طيب شويه. الكفته ديالنا ديال لدن صافي راه طابت، ملي كيولي القوام ديالها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا صافي راه هي هذيك. دابا غادي نضيفوا مطيشه محكوكه، وغنضيفوا ايضا مركز الطماطم، وغادي نخليو المكونات ديالنا يطيبوا. دابا غادي نضيف مركز الطماطم كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان، وغادي نخليو الكل فوق البوطه حتى يطيب ونتلاقاو. لاصوص طوماط ديالنا صافي هي واجده، ما كتخليوهاش حتى كتنشف بزاف. صافي دابا غادي نطفيو عليها وغادي نمشيو باش نعمرو المول ديالنا. بسم الله، غادي نبداو على بركه الله نعمرو في المول ديالنا. اول حاجه غادي نحطو شويه ديال لاصوص بيشاميل في القاعده ديال المول كطبقه اولى. الا بغيتو الطريقه ديالي في تحضير لاصوص بيشاميل كتبوا ليا في كومونتير. من بعد غادي نحط المقرونيه كطبقه ثانيه. بالنسبه للمقرونيه سلقتها في الماء وشويه ديال الملحه لمده ديال 20 دقيقه، وحطيتها في شبكه حتى تقطرات مزيان. دابا غادي نحطوها فوق لاصوص بيشاميل، غادي نحطو غير شويه منها بالنسبه للكميه على حسب عدد الاشخاص اللي غادي يتناولوا الوجبه. دونك غادي نحطو شويه ديال المقرونيه فوق لاصوص بيشاميل كما كتشوفوا معايا. غادي نحاولوا نقادوها مزيان كطبقه ثانيه. من بعد غادي نحطو لاصوص طوماط والكفته من فوق المقرونيه كطبقه ثالثه، وغادي نستمروا بهذه الطريقه
ملي غادي نحطوا لاصوص طوماط بالكفته غادي نحطوا فوقها مقارونيه لاصوص طوماط، مقارونيه لاصوص طوماط، حتى غادي نعمروا المول، وغادي نحطوا داكشي اللي بقى لنا ديال لاصوص بيشاميل من الفوق. المول ديالنا صافي هو عمرنا كما كتشوفوا معايا، وحطيت الباقي ديال لاصوص بيشاميل كما شفتوا معايا. كاضافه اخيره غادي نحك شويه ديال الزعتر فوق لاصوص بيشاميل، كيعطي واحد المذاق رائع للكراتان ديالنا. هاد الاثناء راني شعلت على الفران كيسخن باش ندخلوا ليه الكراتان ديالنا. صافي دابا غادي نكملوا الزعتر اللي عندنا غير شي شويه، واحد المعلقه صغيره غادي نحكوها من الفوق. دابا غادي ندخلوا الفران ديالنا لتحت، غادي نشعلوا عليه من الفوق حتى يتكراتينا لينا مزيان، يعني تيولي اللون ديالو شويه غادي للاحمر. وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو بالصحه والراحه. متتبعين ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان ديالنا. كنتمنى يعجبكم. كما قلت لكم كنشعلوا عليه من الفوق حتى يتكراتينا مزيان، اي كيولي اللون ديالو بهذا الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم. انتم شوفوا معايا، قطعت معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. صراحه كتجي هذه الوصفه رائعه رائعه، غير تبعوا المراحل اللي عطيتكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باعجاب وتعليق، واللي ما مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليتكم على خير.